مدفعي مونتيفيديو راجمة صواريخ، مسدد استثنائي من جميع المناطق في الملعب، لم يفرق بين قدمه اليمنى واليسرى، فكلاهما بنفس الفاعلية والقوة. امتلك كاريزما خاصة فأحبه خصومه قبل مشجعيه. لم يكن مهاجما ينتظر الكرات الجاهزة على منطقة الجزاء. رغم ذلك توج بالحذاء الذهبي مرتين في مسيرته مع فرق لا تصنف ضمن أندية النخبة الأولى. دييغو فورلان الأشقر الأنيق ورث روحا قتالية تتماشى مع بلد اسمه الأورغواي، وتكفل بغرسها في جيل ضم إدينسون كافاني ولويس سواريز. الشابين آنذاك تعلم الكثير من فورلان. بدأ مسيرته الاحترافية في نادي إنديبندنتي، أعرق الفرق الأرجنتينية آنذاك. لعب 90 مباراة وسجل 40 هدفا، وتوج بالدوري الأرجنتيني سنة 2002. تألقه خطف أنظار عدة أندية أوروبية ليتمكن اليونايتد من التوقيع معه. الأمور لم تكن سهلة على فورلان الذي لم يتأقلم جيدا مع أجواء البريمير ليج. المنافسة كانت على أشدها مع رود فان نيستلروي وسولشاير المتواجدين قبله في الفريق. فورلان لم يكن المهاجم رقم 1 في كتيبة السير أليكس فيرغسون. لعب دييغو رفقة الشياطين الحمر 98 مباراة وسجل 17 هدفا، من بين أهدافه الخالدة في مسرح الأولد ترافورد تسديدته الرائعة في مرمى ساوثهامبتون. احتفالية فورلان بنزع القميص واستئنافه اللعب دون ارتدائه كان السبب الأول الذي جعل الفيفا تتخذ قرارا البطاقة الصفراء لكل لاعب ينزع قميصه بعد تسجيله. وصول واين روني من إيفرتون في عام 2004 حسم مصير فورلان بشكل نهائي في الأولد ترافورد. بداية نهضة ابن الألبيسيليستي في إسبانيا كان من بوابة فياريال حينها. هو من راهن على صاحب 24 عاما، والذي وصل بالفعل إلى نقطة التحول الأولى في مسيرته. ارتدى فورلان قمصان الغواصة الصفراء وسجل في أول مباراة له ضد فالنسيا هناك في المادريغال. ولد من جديد في موسمه الأول، فاز بالبيتشيتشي كأفضل هداف في الليغا متفوقا على صامويل إيتو بعد ثلاثية لا تنسى في الكامب نو في آخر المباريات، مما سمح لفياريال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. 25 هدفا في الدوري جعلته يتقاسم الحذاء الذهبي مع تيري أونري. الموسم التالي ساهمت ثنائيته مع العبقري خوان رومان ريكيلمي في تمكين النادي من الوصول إلى الدور النصف النهائي من دوري الأبطال والإقصاء ضد أرسنال بعد ركلة الجزاء الشهيرة التي أهدرها ريكيلمي في الدقيقة 88. بعد 3 سنوات مع فياريال، عرض بقيمة 21 مليون يورو من أتلتيكو مدريد جعله لاعبا في صفوف الروخي بلانكوس. رأى أتلتيكو في فورلان الوريث المستحق لظاهرة نينو فرناندو توريس الراحل إلى ليفربول. في موسم 2008-2009 سجل فورلان 32 هدفا في 33 مباراة في الليغا، وتوج كهداف للدوري الإسباني والحذاء الذهبي للمرة الثانية. بعد موسمه الخرافي ذاك كان قاب قوسين أو أدنى من ريال مدريد، لكن إدارة الأتليتي رفضت التفاوض من أجله. في الموسم الموالي قاد الأتليتي للتتويج بلقب اليوروبا ليج لأول مرة في تاريخه. في نصف النهائي سجل ثلاثية في شباك ليفربول ذهابا وإيابا. وفي المباراة النهائية التي احتضنها ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورغ بصم على هدفين في مرمى فولهام. هدف التتويج جاء في الدقيقة 116 من الوقت الإضافي الثاني.
أداء فورلان المثالي تواصل في مونديال جنوب إفريقيا. الكل أجمع على أنه النجم الأول للمونديال الإفريقي. لعب فورلان كصانع ألعاب خلف سواريز وكافاني، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، 3 منها من خارج منطقة الجزاء، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ لوثر ماتيوس في مونديال 90. فورلان يصنف كأحد أفضل المسددين بكلتا قدميه في تاريخ كرة القدم. احتل دييغو فورلان المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية آنذاك. في عام 2011 قاد فورلان منتخب الأوروغواي للتتويج بلقب كوبا أمريكا بعد غياب دام 16 سنة. بثنائيته في مرمى الباراغواي أكد الأشقر أنه رجل النهائيات، متوجا مسيرته الدولية بلقب كبير. في سن 32 عاما بدأت مسيرة فورلان بالانحدار بعد مسيرة كبيرة جدا. موسم واحد في انتر ميلان لم يكن في المستوى المأمول بعدما لازمته الإصابات. بقية المشوار كان كرحالة بين عدة فرق: بينارول فريق قلبه، انترناسيونال في البرازيل، ورحلة في آسيا إلى اليابان والهند وهونغ كونغ ليعتزل كرة القدم سنة 2019. أسطورة لطالما صنعت فرجة من نوع خاص تعاطف معه وأحبه كل عاشق للجلد المنفوخ. فورلان لن يتكرر مرة أخرى.